شيء شفنا وكل شيء سمعنا وكل شيء مر بينا، بس مال الانحطاط والخسة والسفالة والانحدار الأخلاقي يوصل بجهة تختطف محامية وتحقق وياها وتسحب صورها الخاصة من موبايلها وتعيد نشرها بصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. فهاي أول مرة واحد يسويها. والمضحك المبكي أنه هاي الجهة صار لها سنين نعثل بروسنا عن حماية الأعراض ودفاعها عن حرائر العراق، وتبذل الغالي والنفيس حتى ما يجي واحد يدنس شرفهن أو يمس سمعتهن. لكن يبدو أنه هاي الجهات ما تهتم لكلامنا هذا وما يهمها الحلال والحرام والعيب والمعيب. يعني والله هي دخنا وحرنا بيش نوصفكم، نقول عنكم جبناء ومخانثة قليلة بحقكم، لأن أنتم ضربتوا الرقم القياسي بالخنوع والهزيمة. نقول عنكم دونية، والله حتى أولاد الشوارع ما يسوون سوايتكم هاي، لأن الشارع هم بيه ضوابط وهم بيه هواي ناس تميز الصح من الخطأ. يعني انتم ما قدرتوا لزينب جواد بصفحاتكم ومواقعكم المشبوهه، وما قدرتوا تهزموها وتاثرون على شعره براسه بمناظراتكم ولقاءاتكم التلفزيونيه، وما قدرتوا تسحبون الصفه القانونيه عنها وتشطبون اسمها من نقابه المحامين، تروحون تدقون بها هيك دقه دونيه. ما نقول غير انا لله وانا اليه راجعون، وما عندنا غير نخلي عيننا بعين الله ونتوسل ان يطلع حوبه هذا الشعب وينتقم من هاي الشرذمه اللي عاثت بالارض فساد واهانت بها العباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.